أهلا بيكم في قناة صوت الترند، وهنقول لكم على كل الترندات اللي شغالة دلوقتي، من الأخبار المحلية لآخر أخبار الفنانين والمشاهير. خليكم معانا عشان توصلكم كل التفاصيل أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. النهاردة في موضوع محيرني شوية، بس خلينا ما نمشيش ورا إحساسي ونركز مع الأحداث. في شخصية اسمها المطعني. الصراحة ما كنتش أعرفه قبل كده، لكن لما دورت لقيت إنه بيعمل محتوى على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك، ومتخصص في سكتشات كوميدية موجهة للصعايدة. المفاجأة بقى إنه مؤخراً فتح شركة عقارات، مش لوحده لكن مع شريك تاني اسمه العمدة. والسؤال هنا، ليه معظم صناع المحتوى على السوشيال ميديا بمجرد ما يشتهروا يروحوا يفتحوا مطاعم، كافيهات أو شركات عقارات، وإحنا لسه بنعاني حتى من تكاليف الماسك والإضاءة؟ نرجع للموضوع. كلكم أكيد عارفين سما المصري. من فترة أعلنت إنها تابت ولبست الحجاب، وحتى طلعت في فيديو وهي بتبكي وقالت يا جماعة بلاش حد يشارك فيديوهاتي القديمة، خلاص أنا ندمانة ورجعت لربنا. لكن لما دخلت صفحتها لقيت لسه فيديوهات قديمة موجودة، ودي مش ألطف حاجة تفضل موجودة بعد قرار التوبة. يمكن نسيت، يمكن ما أخدتش بالها. المفاجأة بقى أن المطعاني عرض عليها تشتغل في شركته الجديدة براتب 50,000 جنيه، مع إن أي بنت تانية عنده بتاخد 20,000 بس. وهنا السؤال، ليه سما المصري تحديداً؟ هل عندها خبرة في العقارات؟ هل هتجيب مبيعات ضخمة؟ ولا هو مجرد استغلال اسمها عشان دعاية؟ لأن بصراحة كده الموضوع ممكن يشجع أي بنت إنها تمشي في طريق غلط، وبعدها تعلن التوبة، وبعدين تلاقي فرصة عمل براتب أعلى من غيرها. وأنا مقتنع إن العرض ده مجرد دعاية للشركة مش أكتر، ترند مؤقت هدفه التسويق. لأن لو فعلا الهدف كان مساعدة سما المصري على بداية جديدة برزق حلال، ما كانش لازم الموضوع يتعلن قدام الناس كلها، كان ممكن يتواصل معاها مباشرة. واللي أكد لي إنه دعاية، إن سما المصري نفسها طلعت بفيديو قالت أنا ما اشتغلتش هناك بمرتب 50,000 ولا حتى ب50 جنيه، كل الموضوع إني عملت إعلان للشركة. وقالت كمان لو أي شركة تانية عايزة إعلانات دي أرقامي للتواصل. طيب هنا السؤال، ليه بعد الحجاب رجعتي تعملي إعلانات؟ أنا مش بقول إن الإعلان حرام أو غلط، لكن أنتِ بنفسِك قلتِ للناس يمسحوا ماضيكِ وما يفتكروش فيديوهاتِك القديمة. طيب لما بتطلعي في إعلان، الناس بتتفرج عليكِ عشان إيه؟ أكيد مش عشان الإعلان نفسه، لكن عشان اسم سما المصري اللي اتعرف قبل الحجاب. لو كنتِ بعد الحجاب عملتِ محتوى هادف زي نصائح للتوبة أو مشاركة تجربتِك مع التغيير، كان ممكن الناس تصدق وتتعلم منِك، زي أي حد بيحكي تجربته في التغيير للأفضل. لكن للأسف أي إعلان النهاردة بيتعامل ليكي هو في الأساس استثمار في اسم سما المصري، مش في محتوى جديد أو رسالة جديدة. وده خطير، لأنه بيخلي أي بنت صغيرة نفسها تشتغل على السوشيال ميديا تفكر أمشي في نفس الطريق بتاع سما المصري وبعدها هتحجب وهكسب فلوس كتير من الإعلانات. وده نموذج غلط جدا. في الآخر إحنا مش بنحكم على النوايا، دي بين العبد وربه، لكن الأفعال واضحة، ولو الحجاب مجرد ترند هيبان مع الوقت. أما عن موضوع ال50,000 وغيره، فأكيد كان مجرد دعاية مدفوعة. لكن الفكرة الأساسية إن الإعلانات بالشكل ده ممكن تكون مضرة، لأنها بتصدر نموذج سيء للبنات الصغيرين اللي لسه داخلين مجال السوشيال ميديا. وعلشان كده ياريت الموضوع ما يتحولش لترند طويل زي باقي القصص اللي بنشوفها. إحنا محتاجين شوية هدوء بعيد عن ترندات كل يوم، ونركز على حياتنا وأشغالنا. في النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.